اللي قدامكم في الصورة دي واحدة كانت راكبة عربية ملاكي وجنبها سواق توك توك، طبعا متصورة فيديو وهي بتزنق على سواق التوك توك. وبعد كده عملت ايه؟ نزلت بالسلاح اللي في ايديها اللي هو سنجة، ضربت سواق التوك توك، طبعا اصابته، وكمان كان في واحدة راكبة معاه اتصابت في الموضوع ده. انا عايز اقول ايه، مين لعب في الاعدادات يا جماعة؟ هي مش المفروض دي وردة مكانها في الأرميدان يعني؟ مين اللي ليل نهار مصدعينا الراجل اللي يضرب مراته يبقى مش راجل، والراجل اللي يمد ايده على واحدة ست يبقى مش راجل، والراجل اللي يهين واحدة ست يبقى مش راجل؟ طيب ايه؟ فينكوا يا نسويات؟ فينكوا يا فسويات؟ ماشي، محدش سمع صوتكم. جالكم تقريبا حالة خرس، تاخدوا الموضوع على ان هو كوميك يعني، تاخدوا الموضوع ان هو كوميدي وتقعدوا تضحكوا وتقعدوا تهزروا، والحنيوكة اللي فيكم تقول لك اكيد هو اللي وصلها لكده. على فكرة دي مش أول حادثة، الموضوع ده شغال بقاله 4 5 أيام. موضوع إن الستات هي اللي بقت تتهجم على الرجالة وتضربه، بداية من أول الست اللي ضربت الراجل اللي كان واقف على إيه، على مكنة الإي تي إم عشان يختلفوا مين يسحب الأول، لحد الأخت اللي قدامك دي. وقبليها برضو واحدة ضربت زميلها في الشغل، واحدة مش عارفة عملت إيه. يعني أنا عايز أفهم بس في إيه؟ يعني الستات مالهم اليومين دول؟ عندهم حالة هياج، حالة عصبية. وبعدين ما شاء الله يعني، بص يعني هم اللي بقوا بيبادروا بالضرب، هم اللي بقوا يخشوا يمد ايديهم يعني. وخلصنا من موضوع ان التصوير ان فلان بيتحمرش وفلان بيتعمل، لا دلوقتي بقى هم اللي بيضربوا وهم اللي بيهينوا وهم اللي بيمد ايديهم على الرجالة. طيب فيعني انا عايز افهم بس في اللحظة دي او في الحالة دي، لو الراجل مد ايده عليها عشان بياخد حقه، ده يبقى ايه؟ هل كده يبقى هو فعلا اهانها، ولا هو فعلا كده يبقى مش راجل، ولا يبقى الناس هتقول لك ده بياخد حقه؟ يعني فهمونا بس يا جماعة، احنا وصلنا لايه بالظبط؟ الحوار بقى كبير والحوار بقى صعب، ماشي، والموضوع فتح الكاميرا ده يعني خلانا عمالين نشوف بلاوي. ماشي، يعني الواحد كان عايز يعمل لكم حلقات مجمعة والله، زي الكاميرا الخفية كده، يفرجوا على الستات اللي عمالة تمد ايديها على الرجالة، والستات اللي بتهين الرجالة، والستات اللي بتشتم الرجالة. فالموضوع بقى صعب قوي يعني. برضو موضوع البنت اللي كانت حاطة رجل على رجل والراجل ابو جلابية اللي زعق لها، الامر رسي في الاخر على ان بقى محضر قصاد محضر، لان طبعا هي اهانته وايه، والاتنين خرجوا. يعني هي الحوادث بقت كتيرة كده ليه؟ هو المصل اللقاح اللي احنا خدناه بتاع كورونا بوظ هرموناتنا، لعب في اعداداتنا، خلى الرجاله ماشيه مش قادره، والستات ماشيه تلطش وتحفل وتضرب الرجاله يعني. حد يرد عليا، يرد عليا بس في الكومنتات، عرفوني مين اللي لعب في الاعدادات. تمام، سلام.